أيها القاتل، يا أيها القاتل تمهل وتفكر وتعقل، ما الذي تجنيه قل لي؟ حينما تقتل أعزل، حينما تثكل بيتا كان حتى الأمس منزل، حين تردي دون حس عابرا للموت يجهل، أو ضعيفا دون ذنب يكدح الأيام يعمل، ليربي لصغار ما لهم إلا هم أحمل، ليربي لصغار ما لهم إلا هم أحمل، ما لهم إلا حضنا أمنهم فيه تمثل. أيها القاتل قف عن القتل، أيها القاتل قف عن القتل فقد جاوزت حدك، واتق الله الذي إن شاء هدك. قف عن القتل فإن القتل نارا سوف تصلي رأسك الخاوي وزندك. ولو يعلم القاتل ماذا فعل وأي جريمة ارتكب، لو علم القاتل أنه لم يقتل نفسا واحدة فقط، أنه لم يقتل نفسا واحدة فقط، فبقتله تلك النفس قتل معه أولادا كان يعول عليهم، قتل معه زوجة كانت تشتاق إليه، قتل معه قلب أم كان يحن عليه، قتل معه قلب أب كان يعطف عليه، فلم يقتل تلك النفس فحسب، بل قتل أولئك كلهم. ولو علم القاتل أن المقتول يوم القيامة يتعلق به ولا يتركه أبدا ما أقدم على تلك الجريمة. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي يصححه العلامة الألباني رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام يجيء المقتول يوم القيامة متعلق بالقاتل، متعلق بالقاتل ورأسه في يده تشخب أوداجه دما، وهو يقول يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. لماذا؟ أمن أجل عصبية جاهلية؟ أمن أجل نزعة طائفية ووطنية ومناطقية؟ أمن أجل حفنة من المال أو قطعة من الأرض؟ هل أصبحت النفس المسلمة رخيصة إلى هذه الدرجة أن يتعدى المرء على تلك النفس فيزهقها ويقتلها بدم بارد وكأنه لم يفعل شيئا، والعياذ بالله؟